انت عمرك ما هتصدق الوضع اللي وصل له مشاهير العرب زي محمد رمضان وسعد المجرد وغيرهم، وانهم بقوا بيستخدموا كأداة من الماسونيين عشان يروجوا لافكارهم، وانهم بقوا مجرد جزء من اكبر مخطط في العالم وهو المخطط الماسوني. وفي الفيديو ده من اوله لاخره هعرض لك كميه صور وفيديوهات ودلائل توريك قد ايه ان الناس دي بتحاول انها تغسل مخك انت. ايوه، المؤامره كلها بتدور حواليك، وبتنصدم اكتر لما تعرف ان الموضوع ما بداش بس في عصرنا ولكن من اكتر من 80 سنه. تخيل ان هم كانوا عايزين ان في فنان مصري يجسد صوره النبي عليه افضل الصلاه والسلام في فيلم. الموضوع حرفيا خرج عن السيطره، وعشان ما نحرقش كتير في المقدمه تاكد انك عامل لايك للفيديو عشان ده بيساعده ينتشر. يلا بينا نبدا. بسم الله. لازم تكون فاهم ان احنا قبل ما نتكلم عن المشاهير العرب اللي بيروجوا الافكار الماسونيه، انت محتاج اصلا تفهم هم مين الماسونيين، ايه افكارهم ومعتقداتهم واهدافهم ومخططاتهم اللي انت بقيت جزء منها. الماسونيه هي جماعه سريه. هتقولي طب ازاي سريه يا محمود زايد وانا وانت عارفين بيها؟ هقول لك هي سريه ولكن بالمعنى انها سريه في اهدافها في اعضائها، وانها عمرها ما بتعلن النوايا الحقيقيه بتاعتها للعالم.